هلا يا حلوين، رمضان كريم. عاش من شافكم. اليوم جيت لكم بوصفة جديدة. اليوم راح نسوي أسهل شاي كرك. طبعا هاي الوصفة هواي تطلع لي، فظل عندي فضول كل شوية أجربها. المكونات مثل ما جاي تشوفون، حليب، وطبعا حليب وشكر مطحون، قرفة اللي هو دارسين مطحون، هيل مطحون، زعفران. إذا ما عندكم راح نستبدله بالكركم، وبعد شاي مطحون. طبعا كل المكونات جبتهم يعني وطحنتهم بطاحونة. تقدرون تجيبونهم جاهزات مطحونات وتقدرون تطحنونهم. راح أخلطهم كلهم سوا بأي علبة فارغة عندي. مثل ما تشوفون هنا صار عندي فيضان. طبعا هاي أول مرة أجرب هاي الشاي بكرك. هواي أسمع عنه، هواي أشوفه، وظل عندي يعني فضول أجربه. راح أعطيكم رأيي بكل صراحة. تجيبون أي علبة عندكم بالبيت، تخلونها وتخلطون المكونات وترجون العلبة أو تخذونها أو ما أعرف شو تقولون. المهم، جبت قوري، خليت بيه ماي، وخليت تقريبا 3 خواشي من هذا الشاي الكرك، والباقي ضميته بعلبة. طبعا أنا ما عندي زعفران على مود اللون، فخليت ملعقة كركم أو رشة كركم على مود ينطي لون أصفر. راح أعطيكم رأيي بكل صراحة، أنا ما تفاجأت، تخيل طعمه راح يطلع أحلى بهواي. يعني كنت ماخذة فكرة عنه إنه يشبه القهوة أو هيك شي، بس هو مو من القهوة. فراح أقيمه 6 من 10. وبس لا تنسوا الاشتراك بالقناة. رمضان كريم، باي باي.